زين كعك دكتور، كيف يقوم الطبيب بالتشخيص هذا المرض؟ وما هي الفحوصات التي يطلبها من المرضى؟ تمام. طبعا بالدول المتقدمة الآن في عمر المدارس زين. وقبل سنوات كثيرة يبدون بفحص بسيط، فحص الإدرار. يرسلون فحص الإدرار إلى المختبر حتى يشوفون إذا أكو مثلا بروتين أو أكو دم أو بعض المواد الجديدة تطلع بالإدرار تعكس صورة الكلية ووظيفة الكلية بطريقة جدا سهلة وبسيطة. صح. ففحص الإدرار مبدئيا يكون من الفحوصات السهلة وغير مكلفة، وتعطينا فكرة جدا جميلة عن مشاكل الكلى اللي ممكن حدوثها بالمستقبل. ممكن نتطور أكثر بطلب الفحوصات. وظائف الكلى ضرورية، كمية البروتين في البول خلال 24 ساعة، أو أكو فحص ثاني أيضا لكمية البروتين ممكن نعمله يعني بالوقت نفسه. أملاح، كمية الأملاح نطلبها على مود نعرف بالضبط يعني إذا أكو خلل بيها. نسبة الدهون الترايغليسيرايد والكوليسترول بالجسم ممكن تزداد إذا كانت مصاحبة للنفروتيك سندروم. ممكن أيضا نرسل فحص نسبة الهرمون مع الغدة الدرقية، ممكن ينزل مستوياته لأن يكون أكو بعض المواد تطرح بروتينات إلها علاقة بعمل الغدة الدرقية نخسرها وتطرح بالإدرار فتسبب خمول. ممكن أيضا نرسل فيتامين دي، يكون يصير به هبوط في مصاحب للنفروتيك سندروم. نسبة الدم راح يصير زيادة بالار بي سيز، تثخن بالدم. أيضا نرسل مرات وظائف الكبد، نسبة البروتينات بالجسم، نسبة الألبومين جدا ضرورية بالدم. يعني احنا نحسب كمية البروتين بالإدرار، بس بنفس الوقت نريد نعرف هل الجسم دا يحافظ على كمية الألبومين والبروتين بالدم، أيضا نرسلها. وبالإضافة لكل هاي نرسل الإيمجينج، يعني التصوير، لازم ندز الألترا ساوند السونار نشوف حجم الكلى، وضع الكلى، هل يوجد مثلا أكياس أو لا سامح الله تورم بالكلى. نستثني الأمور الأخرى اللي ممكن تكون مصاحبة البروتين كطرح عن طريق الإدرار. زين، ما هو العلاج لهذه الحالة؟ طبعا كل سبب للنفروتيك سندروم كمرحلة علاجية يفرق. يعني بالبدايات ممكن تكون الأدوية بسيطة وسهلة وممكن نحافظ على التشخيص ذاك الوقت، بس يعطينا فكرة أنه هذا التشخيص للمستقبل هل هو راح يتطور أو لا. اثنين، طبعا إضافة للفحوصات أحب أضيف أنه إحنا لازم دائما نسوي سكرين أو نسوي كشف للأمراض المناعية، كما ذكرت داء الذبل الاحمراري أو غيرها من الأمراض الأخرى اللي لازم ندز فحوصات عامة وشاملة إلها. حتى فحص الفيروسات إحنا مرات لازم نعرف إذا يسبب أو لا. وبالأخير إحنا آخر فحص ممكن نحتاجه بتشخيص هذا المرض هو خزعة من الكلى، كدني بايوبسي. خزعة نسيجية تؤخذ من الكلى بواسطة بروب، يعني فد نيدل أو أبرة خاصة تحت السونار، باستخدام السونار عن طريق الجنب بالتخدير الموضعي، تؤخذ وترسل إلى الفحص النسيجي، راح يعطينا التشخيص النهائي للمرض. وحسب درجة المرض احنا نعالج المريض، يعني ممكن بدايات وممكن وسط وممكن نهايات المرض. يعني مهربانی دڵسۆزی و لێزانی